بخير. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. هذا الفيديو هذه فريمون سبيسيال. علاش؟ لحقاش غادي نمشي نفطر برا انا وصحابي وغادي نديرو فطور جماعي، ولكن الحاجه اللي سبيسيال اكثر هي انني انا اللي غنطيب هذا الفطور وغادي يجيو البنات من بعد يعاونوني، ولكن فريمون غادي نوجدو كلشي د زاد. عندنا بزاف ديال لي بلا وهنايا كاينه مرايه تقديه كامله انا غادي نبارطاجيها معكم. المهم في الطوطال دابا حنا 30 واحد، دونك اليوم خاصني نوجد فطور ديال 30 واحد. المهم يا اختي والله غادي ندير شي مشروع ديال 3 اش بان لكم؟ تجيو عندي ولا ما تجيوش؟ ايوا صافي دابا اول حاجه غادي نديرها هذه الصباح. دابا غنحاول نبدا بكري اليوم حيت دابا ما كاينش فيها التفليه، ما فيهاش اللعب. دابا الناس مجموعين وداك الشيء ناري تخيلوا يأذن المغرب ثاني بحال ديما نقول لهم وراه أذن عليه المغرب وانا باقا تنوجد، والله تيجيو ياكلوني هنايا. المهم اللي بغيت نفطروا برا ما عرفتش صراحه واش غنفطروا في عين سردون الفوق ولا غنفطروا في الجرده، حيت حنا في بني ملا راكم عارفين كاين عين سردون هنايا. دونك اول حاجه غنديروها غنوريكم التقديه هذه كامله اللي كاينه ورايا، وديك الساعه نبداو نقادو لي بلا واحد بالواحد من دابا، حيت عندي غير 4 ديال الكوانين هنا في البوطه ما غاديش يكفاوني. اي سورتو كاينين بزاف ديال البلا اللي خاصهم يوجدوا اليوم، واهم حاجه هي خاصني نسالي اليوم في الوقت. وبالنسبه للناس الجداد ديالو دخلوا عندي لاشين، مرحبا بكم. ما تنساوش تخليو لايك للفيديو، ابوني لاشين الا عجبكم هذا الكونتوني هذا. ودابا نديرو جروشري. اول حاجه غنبداو بها هنايا هو الملح. كاين هنايا 2 كيلو ونص ديال الملح باش غادي ندير ان شاء الله اللحم بالبرقوق. وهنايا عندي 3 كيلو ونص ديال البصله، ها هي كاينه هنا وكاينه حتى لهيه. وبالنسبه للبصله خبركم بصله دايره 15 درهم، ما فهمت والو انا. المهم هذه 3 كيلو ونص غادي نوجد بها ان شاء الله المرقه، ونوجد بها حتى واحد الحوايج اخرين نبارطاجيهم معكم. وهنا كاينين 2 ديال جولي، وهنايا كاينه 30 درهم ديال البرقوق باش نديرهم ان شاء الله مع اللحم. هنا كاين الكيسان جوطابل هما ولا بلا، وهنايا كاين هذا البلاستيك هذا. هنا كاينه كيلو ونص ديال الكفته غادي ندير بها ان شاء الله الكفته في المقله. وهنايا كاين كيلو ديال الخيزو، هذا سكينجبير البزار. وهنايا كاينه كيلو ونص ديال الورقه ديال البسطيله باش نوجد ان شاء الله لي سيغار والبريوات. عرفتي عاوتاني هاد البوطه ديال خبركم والله الا 10 مسحه وكتعاود توسخ. هنا كاين سطرو ديال الزيت. وندوزو دابا بارتي ديال الخضره. شوفوا تبارك الله موجود الخضره وموجود الخير، ولكن فريمون الاثمنه والله الا غاليين بزاف. المهم نبداو اول حاجه. هنايا عندنا 2 كيلو ديال الطحين، هنايا كاينه فلفله 2 كيلو ديال الفلفله رفيعه، كاين الخرقوم الثومه القرفه الزيتون الهريسه. هنا كاينه كيلو اخرى ديال الخيزو حتى هي على وديت العماره. هنا كاين دقيق ديال الفينو باش بغيت نوجد المخمار معمر، وهذه الشعريه الصينيه. هنا ثاني كاين الطون هاد جولي هذا، هاد الكاليته مزيانه باش نعمر بها ان شاء الله البريوات. وهنا عاوتاني كاينه البصله. خبركم كنشوفوا البصله خاصنا نوليو نبوسوها ونحطوها، ما نبقاوش نطيبوا بها. فريمون 15 درهم الكيلو راه بزاف. ايوا هنا كاينه الهريسه، هنا كاينه الملحه. وهاد التفصيل هذا راه ماشي ديالي، هذا راه غير طلبته باش نحطو فيه العشيه. المهم حيت اختي انا ما عنديش التفاصيل ديال الطوسه ويلي انا راه ساكنه بوحديتي. وهنايا كاينه القرعه. بالنسبه للقرعه هنا كاينه باقيلا 2 كيلو، الا بقيت عاقله هنا كاينه 2 كيلو. وعاوتاني الزيتون كاين هنايا 2 باكيات ديال الفرماج، 2 ديال اللانشون. وهنا كاين العصير. دونك في الطوطال هادشي اللي كاين. دونك هذه هي التقديه اللي تقدينا اليوم. هادشي من خلاله غتعرفوا شنو بغينا نطيبوا. يلا كتبوا لي في الكومونتير شنو كنا بغينا نطيبوا. المهم غير انا تنضحك انا وكنتفلى راه بحال ما تابعني حتى حاجه وانا راه تابعني المسؤوليه قداش نعيا. المهم اول حاجه غنوجدوها ان شاء الله اليوم هي اللحم بالبرقوق. غادي نوجدوه ملي جات ان شاء الله بالبرقوق. وثاني حاجه غنوجدوها هي البريوات ان شاء الله، ولا السيغار غادي نوجدوهم ان شاء الله بالطون. وثالث حاجه غنوجدوها ان شاء الله هي الخمار معمر من الداخل بحال هذاك اللي قديت لكم من البارح عجبكم. غادي نعاودو نقادو بحالو ولكن بكونتيتي كبير. وراه في حاجه غنوجدوها ان شاء الله هي الكفته في المقله. وعاد باش غادي نقطعوا كاشر غنسلقوا البيض، غادي نوجدوا العصير، ومازال المناضه ان شاء الله جايه في الطريق هي والخبز. هادشي اللي كاين. ودابا فراسكم خاصني نجمع هاد الشعر ونحبس من التفليه ونبدا دابا في البريباراتيف باش صافي ما نسرقش معطل عليه عاوتاني. حضركم عارفيني انا وصلت للمغرب باش نقول لكم فراسكم راه ودن عليا المغرب وانا راه باقا في الكوزينه. هاتي لي صباح واحد الشميشه فنانه يا وحق الله. ايوا صافي فراسكم واخا ما نعساش مزيان والله الا نعسه حالتي البارح، ولكن فايقه اون فورم وفرحانه لحقاش ما غنفطرش بوحدي اليوم، غنفطر انا وصحابي. ونبداو بسم الله في
التحضيرات. المهم اول حاجه غادي نديرها غنسلق البيض باش ما يبقاش شاد ليا من بعد اسباس فوق البوطه. المهم كاع داكشي كامل اللي غادي يبقى شاد ليا من بعد الاسباس فوق البوطه حيدته عليا هو الاول باش ما يجيو فينا يوصلوا البنات يلقاوني ديجا حيدت بعد داكشي الاخر اللي تيكون ساهل. دونك لقيت فين درت البيض كيتسلق ودزت هنايا كنغسل في اللحم. بالنسبه للحم هنايا صافي غسلته ودرت فيه لقامه باش يبدا يترقد باش بين يجيو فينا يوصلوا البنات يلقاوني ديجا رقدت اللحم ويكون شبع ديك اللقامه مزيان. دونك بالنسبه للقامه درت فيه البزار التحميره سكينجبير الخرقوم الملحه زيت العود صافي وخلطت كلشي مع بعضياته خليتهم مزيان كيترقدوا. ودرت حتى الثومه حتى هي راه غير ما تصوراتش ليا هنايا. صافي بالنسبه للكونتيتي ديال اللحم حيت كانت كثيره دونك قسمتها على جوج ديال لي بارتي الاولى رقدتها ونفس اللقامه اللي درت في الاولى درتها حتى في الثانيه حتى هي. بالنسبه للقامه ثاني الملحه البزار سكينجبير الخرقوم التحميره والثومه صافي وخليتهم بجوج بهم كيترقدوا. ودزت هنا كنقاد في البرقوق. بالنسبه للبرقوق حتى هو بغيت نسلقه هو الاول باش ما يبقاش شاد ديال السباس فوق البوطه. وهنايا خليت اللحم كيطيب ودزت باش نقاد المخمار معمر. بالنسبه للمخمار درت انا 2 كيلو ديال الفورس مسحت داك البوطاجي كامل صافي وحطيت كاع لي زانغريديون قدامي باش يكونوا قرابين ليا. صافي حطيت الطحين تما زدت عليه الملحه زدت عليه السنيده شويه باش يجيني هكاك محمر وزوين زدت عليه الخميره الزيت صافي وخلطت العجينه كامله. عرفتي فريمون غلباتني بزاف لحقاش تبارك الله كونتيتي كثيره. وعاد غادي نزيد عليها سميتو هذاك الفينو دونك فريمون غلباتني العجينه تبارك الله. يا اختكم عرفتي كتيفات على قد الحال عرفتي كنهجن وكنسخف وكنزقات انا شويه باش نعاود ثاني نجمع العجينه ونعاود ثاني نجلس. وفريمون سخفت بزاف داك النهار وحق الله سخفتني العجينه ولكن في الاخر صراحه طلعوا زوينين بزاف. وهنايا فرقت العجينه صافي انا وصاحبتي وزدنا عليها الفينو صافي باش نبداو كنخليوها كتخمر دهناها بالزيت وخليناها كتخمر شويه. بيد ما تخمر هي غنكونوا صايبنا حنايا العماره ديال البريوات. صافي المهم بالنسبه هنايا تشوفوني دايره واحد الطابليه اللي عليا كنت باقا ما شريتش طابليه دونك لحت عليا غير واحد بحال الفوطه كانت عندي تما في الدار لحت عليا تماك باش ما نوسخش بيجي والله ديال شفت راسي كيضحك. صافي دزت هنايا كنقاد في العماره ديال البريوات. بالنسبه للعماره هنا خديت المقله هذه درت فيها البصله خيزو حتى هو محكوك الكورجيت حتى هو محكوك الزيت دزنا حتى الزيت ديال الطون باش يعطي داك اللذه زوينه في الاول شحروا فيه الخضره صافي. وبالنسبه للقامه درت البزار الملحه سكينجبير التحميره الهريسه شويه ديال الخرقوم وصافي درت داكشي كلشي كيتشحر مع بعضياته. المهم بالنسبه للكوكوطه راني درت جوج. شوفوا تبارك الله اللحم كيجا والله ما كرهت نذوقكم كاملين. عرفتي فريمون جا معلك وجا زوين. هنايا كنت باقا ما خليتوش تطلع داك الزيت وقف مزيان. المهم غير كل مره كنت كنقلبو كنعاود ثاني نرجعو. صافي هنا رجعنا للعماره ديال البريوات زدت الطون صافي بديت كنخلط زدت هنايا الزيتون خضر مقطع زدت المره الاولى وجاني ما كافيش وزدت ثاني المره الثانيه صافي. وابخي زدنا هنايا الشعريه الصينيه ولكن هنا صافي كانت المقله فريمون غلباتنا دونك قسمناها خوينا ديك المقله كامله في واحد الكميله كبيره باش كومسا صافي نقدروا نغلبوا عليها ونقدروا نحركوا ويطيب كل شيء زعما دون مانيير فهمتي اكيطابل. المهم هادشي اللي كاين صافي. وصافي خلطت كلشي مع بعضياته غادي نزيد عليه هنايا 3 الحبات ديال الفرماج صافي غنخلط كلشي ونخليها كتبرد مزيان وحنا تنوجدوا. المهم دابا اللحم بالبرقوق شوف الصراحه كيجا اللحم بالبرقوق واعر يا عام صاحبي شي شدوا بيا كيجا يا الله هكاك جا صافي. هنايا خليت البنات كيقادوا في العجينه يعني صافي ديجا خمرات وبداو كيقادوها هكا كويرات. دزت انا كنقاد في العماره خليت نفس المقلانيت اللي درنا فيها الحشوه ديال البريوات حتى اصلا باقا شاده لي قامو شاده البنه دونك زدت عليها هنايا غير البصله وزدت الفلفله صافي وغادي نزيدو حتى الكورجيت. المهم غير طحنا شويه ديك البصله غنزيدو عليها الكورجيت. المهم هنايا درت لي قامه الملحه البزار سكينجبير التحميره صافي وزدت هنايا خيزو حتى هو محكوك صافي وخلطت كلشي مع بعضياته صافي حتى كتبات هبط ليا شويه ديك الخضره عاد كنزيد عليها الكورجيت هنايا فريمون عرفتي جات لذيذه هاد الحشوه وحق الله سورتو كثرت فيها الهريسه فريمون جات حاره وجات لذيذه فريمون جات فنه بزاف والله الا كلشي صراحه حماق عليها. عرفتي راه فريمون دازت الخرجه واعره صافي. هنا البنات كانوا بداو تيقادوا في لي سيجار كيدوروهم وهذه هي الحشوه ديال البريوات فريمون كلشي جا زوين تبارك الله.
ايوا صافي هنايا زدت الطون، زدنا هنايا 2 ديال العلب ديال الطون صافي، وبقينا كلشي كنحركو فريمون عرفتي بقى معاك هي كبيره ولكن واخا هكاك ما كفاتش، صافي حنا معاونين، لطيفه كتخلط وانايا كنزيد في لي زانغريديون، زدت تماك الزيتون خضار، زدت الطون، الزيتون كحل حتى هو، فريمون هاد الخلطه هادي والله الا جات لذيذه بزاف، غير جربوها البنات راه فريمون كتجي واعره، وداروا من التعليكه بالفرماج. اخيرا دابا غندوزو نقادو الخمام، حيت فريمون عيينا والله الا عيينا، انا يدير شحال باقا شوفوا روينه في الارض كي دايره. هانتوما اول الخمار باش يتنفخ، ربي الله يعطينا الصحه صافي. واخا في الاول راه زبلناها، المهم تنديرو نعاود لكم اشنو وقع. ايوا عرفتوا هنايا راه ولينا كنلعبوا على الدقيقه 90، كان فريمون ما بقاش الوقت، كانت هنا وصلت شي 6 وقسمين ونسينا حنا الكفته ما درناهاش كطيب، ومشكله اننا البصله الكونتيتي اللي كانت عندنا في الاول كامله درناها تقريبا في داكشي ديال البريوات وديال المخمار، سكيف فيه هنا فاش وصلنا للكفته لقينا راسها بقات عندنا غير شويه ديال البصله. ايوا صافي هنايا رانا لقيتو انا والبنات كنشرملو في ديك الكفته، درنا عليها العطريه كامله، الملحه، البزار، السكنجبير، الخرقوم، التحميره، الهريسه، صافي وخلطناها مزيان، وفريمون البوطه كانت ولات حالتها والبنات سرتي سربي وكلشي كيسربي. حيت كنا تعطلنا بزاف، صافي انا وليت كندير ديريكتومون العطريه من الميكا المقله ديريكت، صافي ما بقى البريستيج لا والو، صافي انا درنا الكفته كطيب، وهنا المخمار تبارك الله عرفتي لا حنا كونتيتي كبيره صافي، وهنا بدينا كنوجدو كنحكو في الكاشير حتى هو باش ندوه معانا، انا او ميم طون كانت الكفته كطيب، درنا دكاميله كبيره، هنايا خديت البرقوق درتو في لي بواط، صافي هنا بدينا فريمون في لي بريباراتيف الاخرين، صافي كنجمعوا باش نديو، قشرنا البيض، ها هما لي سيغار والبريوات كانوا وجدوا، وهنايا كنا شادين الطريق. ايوا هنا كنا وصلنا كنفطروا فريمون دازت الاجواء زوينه بزاف، وتا فطرنا وكلشي صافي وطلعنا فوق العين هنايا باش نتعشاو. المهم هنايا داك اللحم بالبرقوق بديت كنحط فيه، عرفتي شنو والله دوك المليجات جاو فنين، عرفتي شوفوا على حالتي كي دايره فريمون مركزه مزيان. والله لعبتي فريمون دازت لنا داك النهار، ولكن صراحه داز كلشي زوين، هنا كانت معايا مريم صاحبتي. المهم داز كلشي زوين صراحه، انا كنخوي هنا في البلول وهي كتقاد في البرقوق، صافي المهم الصراحه داز كلشي زوين والله. حاولوا انكم دوزوا وقيته زوينه مع صحابكم، حاولوا انكم تخرجوا، حاولوا انكم تستمتعوا فريمون، لحقت هادشي اللي كنديو معنا، والذكريات هما اللي كنكبروا كنبقاو نتفكروهم، وصافي هادشي اللي كيف لا فيديو ديال اليوم. جيسبر فريمون انها تكون عجباتكم وانكم تكونوا دوزتوا معنا وقيته زوينه، ونتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الجايه. بسلام عليكم.